ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، واحنا بأحسن صحة وأفضل حال. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة كده قبل ما أبدأ الفيديو، حابة بس أشكر جروب عيلة منا. أشكركم كلكم، ربنا يخليكم ليا ويديم المحبة يا رب ما بيننا كده، ويا رب دايما تكونوا في حياتي ومنورينها وما يحرمنيش منكم ابدا. بجد شكرا على كل كلمه حلوه بتقولوها لي وكل دعم يا رب بتقدموه لي كده، يا رب بجد تفضلوا كده مالين عليا دنيتي كلها. بجد انتوا احسن اخوات والله. انا كمان بحبكم من قلبي، وربنا يعلم انا بحبكم قد ايه. وبتمنى كده يا رب اكون ضيفه خفيفه على الناس كده في القناه. بإذن الله كده فيديو النهاردة هتكون عن كرتونة رمضان أو ضلفة الخزين، أيا كان بتخزنوا في ايه. بإذن الله نعمل الكرتونة. وأقول لكم أنا شايلة ايه عشان أشجعكم بإذن الله. تعملوا زيي، لأن الحاجات دي بتخفف علينا كتير جدا، وبتدينا طاقة كده إيجابية وتخلينا كده نكمل ان احنا نشيل الحاجة وكده ونشوف هنعمل ايه لرمضان. الحاجات اللي احنا هنشيلها ديت هتشيل من علينا كتير جدا. زي ما قلت لكم الحاجات دي طبعا بتخفف علينا عبء جامد جدا. طبعا رمضان بيبقى شهر خير وكل حاجة وبيجي الحمد لله بخيره. فانا عايزة بس مجرد ان انا اديكم الفكرة ان احنا هنعمل الكرتونة ازاي. احنا مش هنيجي على ميزانية بيتنا ولا هنهلكها ولا اي حاجة خالص. انا هقولك ازاي باذن الله هتحضري كرتونة رمضان وبأقل التكاليف كمان. انا معايا اهوت كرتونة جايباها من عند البقال، وفرشة رمضان كده. انا في الفيديو اللي فات كنت قلت لكم في فيديو المشتريات ان انا في حاجات هستعملها للبيت هكمل بيها بقية الشهر، وفي حاجات انا هشيلها. انا من الشهر اللي فات وانا بجمع في مبلغ كده، جمعته الشهر اللي فات والشهر دوت. انا جمعت مبلغ وحطيت الاتنين على بعض ونزلت كوزيون وبيم وجبت المشتريات اللي انتوا شفتها في فيديو المشتريات اللي فات. وفي حاجات انا كمان كنت كل ما اجيب حاجة او اشتري حاجة للبيت كان بيتبقى معايا مبلغ كده بسيط، ما كنتش بطلع بيه البيت، لا كنت بشتري بيه حاجات عشان اعمل بيه كرتونة. تمام. بس الحمد لله لما توفر معايا الفلوس فحبيت برضو ايه ان انا اجيب المشتريات ديت واعمل بيها برضو ايه الكرتونة. تمام. انا معايا اهوت الرز اللي انتوا شفتوه في المشتريات. اول حاجة في الكرتونة انا هشيلها الرز. تمام. انا شيلت كيسين وهيتبقى معايا كيسين، انا هحاول امشي بيهم الكام يوم الباقيين من الشهر. ومعايا هنا السكر، طبعا ده البطل بقى بتاعنا. السكر اللي عنده سكر دلوقتي ده عنده كنز في بيته. انا الحمد لله ربنا كرمني بثلاث اكياس، والحمد لله عندي كيسين كنت راميه اشيلهم برضو في الكرتونة، بس خليتهم بصراحة اكمل بيهم بقيت الشهر احسن. ومعايا اهو مكرونة بساطة. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا برضو هشيل ادي اول كيس وادي التاني، اتنين خواتم، وشلت واحد فرن. كده شلت تلات اكياس، وده كده الربع، شلت اربع اكياس مكرونة. تمام. انا الكرتونة دي مش هاجي جنبها خالص غير باذن الله على رمضان. انا زي ما قلت لكم انا بحضر للكرتونة دي من الشهر اللي فات، فما تقوليش ان انتي كده مش هتلحقي او مش هتجيبي. لا بالعكس، باذن الله هتلحقي وهتجيبي. بصي لو ايه والله، لو حاجة بسيطة، لو معاكي جنيه واتبقى من الفلوس ان شاء الله لو هتجيبي كيس ملح. تمام. ومعايا هنا كمان كان كيسين دقيق، انا هشيل واحد في الكرتونة وهخلي واحد، ده بقى اخليه في حاجة البيت، اكمل بقى بقية الشهر. والملح، وهشيل كمان علبة الملح ديت.
تمام كده. يبقى انا شلت السكر وشلت الدقيق، شلت المكرونة وشلت الملح. تمام. انا عايزه اقول لكم والله العظيم، انا لما كنت بنزل وكان مثلا يتبقى مني يعني جنيه، جنيه ونص، انا كنت يعني بصوا، او ده اللي كنت لسه بكلمكم فيه. بدايه الكرتونه انا كنت هعملها الشهر اللي فات، كنت لسه يعني المبلغ ما توفرش معايا اللي انا بقول لكم شيلته. تمام. فبدات كده بحاجات كده على جنب، وكان من يعني اول حاجه هو كيس الملح. فما تقوليش لا انا مش هلحق، لا باذن الله تلحقي الشهرين الجايين دول، تلحقي ان انتي تعملي الكرتونه وتخليها على جنب، يعني دي وقت الزنقه. تمام. يعني رمضان خير وبركه وبيجي بخير وكل حاجه. بس طبعا بيبقى يعني استهلاكنا فيه بيبقى ما شاء الله كتير، من سكر، من كل حاجه. تمام. والاكتر طبعا السكر، بس الكرتونه دي هتبقى كرتونه منقذه ليكي وهتنفعك في كل حاجه. تمام. فانا كنت بادئه ايه والله العظيم بكيس الملح. بس انا لما جبت العلبه في المشتريات، فانا قلت خلاص انا هخلي العلبه للكرتونه، والكيس انا همشي بالايه الكام يوم الباقيين من الشهر. يعني هي دي كانت ايه الفكره، ان انا بدات بكيس ملح. والله لو كيس ملح، كيس بيكنج باودر، كيس فانيليا، أم يعني بصوا اقل كيس خميره، يعني بأبسط الأشياء تعملي والله الكرتونة. تمام. هنا بقى كان كمان بداية ما بدأت ان انا اعمل الكرتونة، كنت جبت الملح وجبت مكرونة حوا. لما اتبقى معايا فلوس، وانا بجيب الطلبات اتبقى معايا فلوس، جبت كيس المكرونة اللي هو الاسباجيتي الاول، بعد كده جبت الفرن وكيس الملح. يعني مش جايباهم في يوم واحد، لما كان بيتبقى معايا فلوس من اي حاجة بنزل، من اي مشوار بنزل اجيب بيه طلبات بيت او حاجة. فما كنتش يعني برجع بالباقي دوت، لا كنت بجيب بالحاجات ديت، كيس مكرونه، كيس ملح. فانا بقول لك والله ابدأي لو بكيس ملح، يعني باذن الله، باذن الله. ابدأي بس، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك وتعملي الكرتونه. انا طبعا كان عندي زيت التموين، وكنت كمان مشتريه زيت. تمام. والازازه ديت كانت متبقيه معايا. فانا قلت خلاص انا هشيلها في الكرتونه، انا مش محتاجاها، انا لسه فاتحه ازازه وهكمل بيها بقيه الشهر. فدي كده يعتبر يعني في الزيادات عندي، فباذن الله انا برضو هحطها في الكرتونه. تمام. الحاجات دي كلها طبعا لو خدت بالك ما كانتش في المشتريات بتاعه اوكازيون ولا بيم. الحاجات دي والله انا كنت بجيبها من باقي فلوس، يعني الطلب اللي كنت بنزل اجيبه للبيت، وكان يتبقى معايا حاجه، اي مبلغ كان بيتبقى معايا حتى لو بسيط، كنت والله بجيب بيه الطلبات ديت. وهنا بقى كان برضو كنت هشيل سكر، كنت جايبة كيسين. برضو كيس كان على 27 جنيه، تبع مبادرة المبادرة. بس كانت الكيس مفتحة ومتبهدلة خالص. فلما جبت بصراحة السكر بتاع اوكازيون، يعني متغلف وسكر نضيف وحلو جدا، فانا قلت لا اسيبه في الكرتون احسن، واستعمل اللي هو الكياس المفتوحة. تمام. بصوا يعني انا كنت والله جايبه الكيسين، وجبت كيسين المكرونه وكيس الملح، دول انا كنت يعني هبدا بيهم الكرتونه اول لما ابدا يعني اعملها معاكم. بس الحمد لله انا الكيسين المكرونه وكيسين السكر والكيس الملح انا هستعملهم في البيت، انما الكرتونه دي زياده عن حاجتي، عن حاجه بيتي. وطبعا الحاجات اللي انا شلتها من المشتريات برضو على جنب، دي برضو هستعملها في البيت. فانا بقولك والله العظيم لو بقى حاجه انت هتعملي الكرتونه، ما تقوليش لا انا مش هلحق، لا مش هعمل، لا باذن الله هتعملي وهتعملي كل حاجه كمان. هي مش صعبه، يعني الموضوع مش صعب. توكلي كده على الله وقولي يا رب، وباذن الله ربنا هيكون معاكي وهتعملي الكرتونه ديت. انا بقى طبعا هشيلها ومش هاجي جنبها خالص باذن الله، الا بس في حاله واحده، لو انا جبت دقيق الشهر الجاي في المشتريات، هاخد القديم اللي في الكرتونه
وهحط الجديد مكانه. تمام. فانا هشيل كيس الدقيق واحط الجديد. وازازة الزيت نفس الموضوع برضو. باذن الله لما اجيب ازازة زيت جديدة الشهر الجاي في المشتريات، برضو هحطها في الكرتونة واخد القديمة. تمام، هنعمل كده كل شهر. وده كان الفيديو النهاردة بتاعنا.